تعالوا شوفوا معايا اكتر سؤال مرعب وبيخوف اللي ناويين يزرعوا بري. والنخل هيخسر؟ ده الجيش زارع 2.5 مليون نخله، ده هيبقى ببلاش. اولا اتفقنا في فيديوهات قبل كده ان حجم انتاج الاصناف الرطب اللي زي البرحي بيبقى غزير جدا، يعني لو قارناه بالاصناف الجافه والنصف جافه، وقت مثلا ما التانيين بيطلعوا 30 و50 و100 كيلو مثلا بالكتير، انا هنا بتكلم في 150 و200 وممكن بتوصل ل 300 كيلو. فمهما السعر كمان بتاعه قل بيبقى دايما بيجازي وبيبقى مربح مع العميل. يعني بروح الاقي انا لو قلت 200 كيلو في المتوسط في 50 ولا في 60 مثلا نخله، بروح الاقي ان الفدان بيطلع معايا مثلا متوسط 10 طن. لو 10 طن في اقل سعر بتلاقي ان هو مجازي ومربح جدا جدا مع المزارع. ثانيا يتميز البرحي ان طعمه حلو وسكرياته عاليه وما فيهوش الماده اللي بتشرق، وبناء عليه مطلوب جدا، وبناء عليه سعره دايما عالي وكعبه عالي على اي منافس في فئه الرطب. ثالثا قدامنا قد ايه ونوصل لمرحله التشبع. مصر فيها تقريبا 22 مليون نخله بينتجوا قرب 1.8 مليون طن بلح كل سنه. طيب قد ايه منهم برحي؟ لا، كميه صغيره جدا تكاد لا تذكر. انا بمشي في بلاد كامله ما بلاقيش مزرعه على بعضها فيها شويه برحي. برحي نخله غاليه ومش اي حد بيقدر يستثمر فيها، فقدامنا كتير على ما نوصل لمرحله التشبع. رابعا بقى سوق التصدير عندنا مفتوح، لان موسم الاثمار في الخليج العربي، وده يعتبر يمكن المستهلك الاول ليه، بيبتدي معانا في شهور 6 و7 و8، في حين عندنا في مصر بيبتدي بعده علشان فرق الاجواء، بيبتدي عندنا في 8 و9 و10 وبيكمل لغايه 11. فبيكون احنا لسه بادئين في الانتاج بتاعنا، بيكون هم خلصوا الحمد لله رب العالمين انتاجهم، وده مدينا فرصه تصديريه عظيمه الحمد لله. فنقول تاني، اولا انتاجه غزير فبيكفي ويوفي مع اللي زارع. ثانيا طعمه حلو ومطلوب، الاسواق كلها طالباه. ثالثا لسه بدري على ما نوصل لمرحله التشبع. رابعا ان الاسواق الخارجيه برضو طالبه منه الحمد لله، وسوق التصدير مفتوح. المهم اتمنى اكون افدتكم وجاوبت لكم على سؤال مهم، ولو في عندكم بقى اي استفسارات او معلومات يا ريت تكتبوها لنا تحت في الكومنتات، وان شاء الله تابعونا الفتره الجايه، هتلاقي فيديوهات كتير مهمه باذن الله وحلوه تجاوب على اسئلتكم. المهم مش هطول عليكم اكتر من كده، ولو في اي حاجه ابعتوا لنا وان شاء الله نكون في خدمتكم. اي خدمات. السلام عليكم.